أو أنت طالب في أمريكا، الفيديو ده مهم أوي، أوي، أوي ليك. تخيل إن أكتر من 6000 طالب فيزتهم اتلغت السنة اللي فاتت بس في سنة 2024. الموضوع مش هزار، إلغاء الفيزا دلوقتي معناه إن إذن دخولك لأمريكا اتشال، وممكن حياتك كلها تتقلب في لحظة. النهارده هنتكلم عن إلغاء فيزا الطلاب وليه الكلام ده بيحصل، وإزاي تحمي نفسك وتتصرف لو حصل كده. لو دي أول مرة أنت بتشوفني، أنا اسمي أبانوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. أنا عندي شركتي الخاصة في اي بي يو اس إيميجريشن، اللي من خلالها بساعد محامين الهجرة في كل الولايات، وشغلي بيشمل مراجعة الأوراق، القضايا المختلفة، وترتيب المستندات، وتجهيز النماذج المطلوبة بشكل منظم ودقيق. وهدفي إن أساعد المحامين وعملائهم وحضراتكم إن القضايا تتقدم بشكل صح ومظبوط، ونوفر على بعض وقت ومجهود كتير. المهم، أول حاجة لازم تعرفها إن إلغاء الفيزا مش معناه إنك كده هتترحل بشكل فوري. لو أنت جوه أمريكا، لو أنت لسه في وضع طالب قانوني، غالبا تقدر تكمل دراستك عادي لحد نهاية الإقامة الحالية. لكن لو خرجت من أمريكا مش هتعرف تدخل تاني على نفس الفيزا، وهنا هي دي المشكلة. أحيانا بتكتشف إن فيزتك اتلغت وأنت بره أمريكا، وساعتها بتتفاجئ في المطار ومش بتعرف تركب الطيارة. في أوقات القنصلية ممكن تبعت لك إيميل مفاجئ وتقول لك إن الفيزا بتاعتك اتلغت من غير تفسير واضح. كمان ممكن تلاقي إن السيفس اللي هو السجل بتاعك اتقفل فجأة، وده معناه إن حالتك كطالب اتأثرت. للأسف معظم الوقت مش بيكون في تفسير ليه القرار ده اتاخد، وده بيزود القلق والتوتر أكتر عندك. بس السبب الشائع دلوقتي هو إنه لو حصل عليك أرست أو اتقبض عليك ولسه مفيش حكم عليك بالإدانة، القنصلية أو السفارة لما بتكتشف المعلومات دي بيعتبروا إن اللي حصل ده حاجة اسمها misrepresentation. أحيانا كمان إلغاء الفيزا بيكون لأسباب أمنية حتى لو مش واضحة ليك، أو أنت مش ليها علاقة مباشرة بدراستك. لو فيزتك اتلغت لازم تتأكد إنك محافظ على سجلاتك كلها متحدثة، فواتير، الدرجات بتاعتك، كل الكلام ده. وجود كل الأوراق دي هيساعدك لو احتجت تثبت إنك لسه طالب أو لسه ملتزم بالقوانين في أمريكا. لو أنت داخل أمريكا ممكن أحيانا تقدم طلب لإعادة تفعيل حالتك أو ترجع الفيزا. التواصل مع محامي هجرة هنا مهم جدا في المرحلة دي قبل ما تاخد أي قرار. لو أنت بره أمريكا الموضوع هيكون أصعب، غالبا هتحتاج تقدم على فيزا من أول وجديد. في حالات معينة لو حصل ظلم واضح عليك ممكن ترفع قضية في المحكمة الفيدرالية داخل أمريكا، وطبعا اللي بيرفعها لك مكتب محامي من المحامين الموجودين هنا في أمريكا، وده غالبا هيكون آخر حل لأن القضايا دي مكلفة جدا وبتاخد شوية وقت حلوين. المهم، قبل أي سفر اتأكد إن سجلك الدراسي مظبوط، مفيش أي مشاكل عليك خالص. حاول دايما تجدد معلوماتك مع المدرسة أو الجامعة اللي أنت فيها، وتجنب أي مشاكل قانونية حتى لو كانت بسيطة جدا، لأن أي مشكلة أنت ممكن تتعرض لها أو حتى أرست ممكن يسبب مشكلة ليك في المستقبل. ولو حصل لك أي تغيير في حالتك الاجتماعية أو في حالتك الأكاديمية لازم تبلغ بيه الدي اس او فورا. لازم تحافظ على نسخة من كل مستنداتك المهمة في مكان آمن وسهل الوصول إليه. ولازم طبعا أوضاعك المالية ما تتدهورش، لأن ده ممكن يكون سبب لإلغاء الفيزا بتاعتك، لأن هم هيقولوا أنت مش هتبقى قادر تدفع فاتورة الجامعة. موضوع إلغاء فيزا الطلاب بقى منتشر أكتر من أي وقت قبل كده، بيأثر على آلاف الطلبة، وأنا هنا عشان خاطر أساعدك تفهم حقوقك وخطواتك القانونية لو حصل أي موقف مشابه. لو الفيديو ده مفيد ليك بأي شكل من الأشكال اعمل لايك وشاركه مع أي حد تعرفه بيدرس هنا في أمريكا، وسيب لي في الكومنتات لو حصل معاك أو مع أي حد تعرفه إلغاء الفيزا. ولو عندك أي سؤال ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتعمل لايك وفولو عشان خاطر يوصلك أحدث تحديثات الهجرة في أمريكا. شكرا خالص، أشوفك الفيديو الجاي.